تخيلوا يا جماعة، واحد كان بيسافر في طيارة مثلا، والرحلة دي كانت لساعات طويلة، وبعد كده لاحظ في رجله انها حمرة ودافية ومنتفخة شويتين. تفتكروا ده ايه؟ ده بنسميه DVT Deep Venous Thrombosis. والفكرة ان احنا بيكون عندنا جلطة في الأوردة العميقة الموجودة في الجسم، واللي بتحصل غالبا في الرجل. وفي الحالة دي هو كان قاعد لفترات طويلة من غير بيحرك رجله، والدم متجمع فيها تحت، فده اللي ساعد على تكونها. وهي ممكن تحصل برضو مع الناس اللي بيعملوا عمليات جراحية وما بيتحركوش كتير بعد العملية، او مع السن الكبير، او مع الناس اللي وزنهم زايد شويتين. وفي حالات تانية ممكن بتحصل فيها الموضوع ده. طب ونتجنب الموضوع ده ازاي؟ لو احنا مسافرين لساعات طويلة ممكن نتحرك من فترة للتانية عشان نمشي الدم اللي في رجلينا ده. ولو حد يقعد كتير في المستشفى بعد العمليات، فالدكتور بينصحوه ان هو يلبس شرابات عالية وتضغط الرجل علشان الدم ما يتجمعش هناك. وبس كده.